اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد، والكلام على ايه؟ حتى المناقشه او الكلام في النقطه دي يعتبر عبث. محمد صلاح هو افضل لعيب جه في تاريخ مصر. الصوره اللي احنا شايفينها اللي قبليها دي بتاعت صلاح لما قلع التيشيرت، اظن بكره هتبقى على يعني غلاف تابلويدز كتيره، الميل والصن والميرور. بكره الصوره دي هتبقى موجوده في كل حته. نجمنا المصري محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لليفربول. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ بعد ما سجل امبارح هدفين في فضيحة الانفيلد، لا مش بتاعت ال5-2، بتاعت ال7-0 قصاد مانشستر يونايتد، عشان يبقى اهدافه 129 هدف لليفربول في الدوري الانجليزي، متخطي روبي فاولر ب 128 هدف. انجاز عظيم يحسب للاعبنا المصري محمد صلاح، ونتمنى له كل خير دايما، ويسجل اكتر من هدف ويفضل يكسر كل الارقام القياسيه. الانجاز ده يحسب لصلاح لانه بقى اسطوره مصر في كره القدم، مع ان لسه في ناس بتشكك وبتقول لك ان الاسطوره المصريه الحقيقيه هو بيبو الخطيب. في هولندا مثلا فان باستن، يعني دول برضو عالمين. كابتن محمود الخطيب في مصر. انا كنت لسه هسألك السؤال ده، مين اللي انت بالنسبه لك في مصر كان هو الايدل او رقم واحد؟ كابتن محمود الخطيب طبعا. يعني ده يعني فالسؤال هنا ليك كمشاهد، الخطيب عمل ايه لمصر؟ الخطيب كل القابه تتعدى على الصوابع، سواء بقى 10 دوري او 5 كاس او 2 بطولة دوري ابطال افريقيا مع الاهلي، وخد احسن لاعب في افريقيا مرة واحدة بس. بس ده شرف كبير، انا مش قده. بس تستاهلوا. مبارك يا سمير، مبارك. مش من المنطقي ان انا اصدق ان في لعيب ممكن يبقى اسطورة حقيقية، الهداف التاريخي لاكبر انديه اوروبا، ومعاه دوري ابطال اوروبا، وودى مصر كاس العالم، وعمل انجازات كتير لبلده، والهداف التاريخي المصري في كاس العالم، والناحيه التانيه يتقارن بلعيب ما حققش ربع القابه. نعم، إنها المخدرة. طب نتكلم شويه عن دور مصر اصلا قصاد محمد صلاح. فاكرين المشكله بتاعت اعلان وي لما حطوا صوره محمد صلاح على الطياره، وكان في شرط جوه عقد فودافون ان ما ينفعش يروج لاي شركه اعلانيه تانية غير فودافون في مصر؟ وقتها كان في شرط جزائي على صلاح ب5 مليون جنيه، وكان رد مصر ايه؟ تدفعهم يا عم، ما انت على قلبك قد كده. هو المعلم حصل. وفيها ايه؟ الله، وفيها ايه افضل ما يمد ايده عليك؟ فتخيل معايا عزيزي المشاهد ان لعيب بقيمه محمد صلاح ويكون اسطوره في بلده تبقى اول بلد تهاجمه اصلا في بدايه مسيرته او في نصها حتى. طب تخيل معايا عزيزي المشاهد لو كان ممدوح عباس وافق انه يجي الزمالك وكمل مع الزمالك، كان زمانه هيلاعب بكره الترجي وهيبقى مستني يتفرج على الاهلي وفريقه السابق المقاولين وهم بيلعبوا بعض في الدوري. وهنا نيجي لنقطه مهمه جدا حابب اتكلم فيها معاكم. هو احنا ليه الكرة عندنا بقت سبوبة وبنشوف عقود لاعبين بملايين، ونلاقي ان احنا مثلا لو رحنا اي حجز كورة هنلاقي لعيبة احرف منهم وامهر منهم وبتجيب اجوان خرافية وبتعمل مهارات، وحتى اللي بيدافع فيهم بيبقى كويس، وحراس المرمى كويسين، وبنيجي هنا بنشوف مستويات ولا كأنك بتتفرج على أكاديمية أرسنال في نادي الجزيرة مثلا، فيهم كام عيل من بتوع بابا وماما اللي هم بيتكعبلوا بيقولوا له معلش حبيبي وبيبصوا له على التعويرة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. أساطير الكرة المصرية كلهم حتى الهدافين التاريخيين ما عدوش ال200 هدف، رقم 200 هدف ده ما جابوهوش. حتى المحترفين بتوعنا اللي بيلعبوا بره مفيش حد فيهم لمع غير محمد صلاح، وبقى قدوة للأطفال بره وبيحاول يطلع أحسن ما عند الناس بره. طب انت ليه سياسة محمد صلاح دي ما درستهاش عندك في أكاديميات الكورة، ولا حتى خدت منه معلومة مفيدة في انك ازاي تطور الكرة المصرية في مصر؟ ما انا لسه قايل لك من شوية ان هو بمجرد ما نجمه سطع احنا كنا اول ناس بنهاجمه، ولسه لحد دلوقتي بنهاجمه. شوف ليه اي تصريح ولا اي حاجه بيطلع يقولها او اي صوره ليه احتفالا للكريسماس، احنا اول ناس بنهاجمه ونقول له خلاص بقى انت سافرت وبقيت عامل زي بتوع بره، ونسيت نفسك ايام ما كنت ما بتعرفش تتكلم ولا كنت عارف حاجه، وكنت جاي من الارياف تلعب كوره ومش عارف اي حاجه غير لعب الكوره.
طب يا سيدي ده مثال لشخص نجح وقضى حياته كلها بيجتهد في الكورة لحد ما بقى حاجة. ومع العلم على فكرة انا ما بحبش محمد صلاح، بس مش ما بحبوش كشخصية، انا ما بحبوش كلاعب كورة لانه بيلعب في الفريق المنافس اللي انا ما بشجعوش. انا بصراحة بشجع ارسنال. بس في النهاية ببارك له على الانجاز العظيم دوت، واتمنى الاحسن دايما لكل لاعبتنا المصريين، ويا رب نشوف كرة كويسة الايام اللي جاية. وطبعا مستني رأيكم في الكومنتات لو حد عنده حلول للكورة في مصر، وايه اللي ممكن يتطور، وايه اللي انت شايفه مش عاجبك ونفسك يكون احسن الفترة الجاية. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. اتمنى ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. والكلام على ايه؟